ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا رينا سليمان من شركه سيرو هوم للخدمات العقاريه. بصوا، في الحقيقه النهارده معايا شقه في كومباوند مش كل الناس عارفه ان هو كومباوند. يعني الناس عارفين ان هو مكان للشوبينج، للكافيهات، للريستورانت، لكيدز اريا، للجيم، وهكذا. يعني مكان خدمي اكتر. لكن ناس كتيره متابعين خصوصا من بره مصر. انا معظم عملائي على فكره من بره مصر، فعشان لو حد مصري بيتابع يقول لي لا ما احنا عارفين، ما انا عارفه ان انت عارف. انا بكلم الناس اللي بره، اللي في البلاد العربيه والبلاد الاوروبيه، لان هم اكتر ناس بيتابعوني كويس. فاحنا معانا النهارده كومباوند اسمه كايرو فاستيفال. الناس فاكره ان كايرو فاستيفال ده ان هو مول للشوبينج بس، لا، هو في كومباوند داخل كايرو فاستيفال، في ستاند الونز، في توين هاوسز، في كواترو مش تاون هاوس، وهنبقى نشرح بعدين يعني ايه، وفي شقق للايجار وللبيع، ومعظم البيع فيه كاش. الشركه هي بتشطب في كل تشطيبات كايرو فاستيفال. المينتنس بتاعتهم عاليه جدا، يعني لو في اي حاجه في التشطيب بعد ما استلمت او وانت ساكن بتكلمهم بيجولك في لحظه. محترمين جدا في التعامل، البوابه ممتازه في الامن. فانا النهارده معايا شقه، الشقه دي مش صغيره. ايه اللي خليني اصورها؟ الفيو، لاندسكيب بشكل مباشر. عجبني جدا يا جماعه. كمان مساحه الشقه يعني عجباني، دي اسمها شقه. يعني فاكرين الفيديو بتاع التاون هاوس ال 190 وال 160 ومش عارفه، لا دي شقه 200 وشويه، حوالي 237 يعني. وفيها 3 غرف نوم، منهم غرفه ماستر بحمام ودريسنج، وغرفتين تانيين حمام ضيوف، حمام بيسرفز على الغرف، وغرفه مربيه بالحمام، وريسبشن. يمكن كان الحاجة الوحيدة اللي مضايقاني فيها شوية ان المطبخ شوية مش كبير. انا بحب المطابخ الكبيرة، لكن بصراحة حصل عملية توازن، لان الترس بتاع الشقة من جماله ومساحته والفيو عوضني كتير عن المطبخ. قلت لا اكيد انا هقعد في البلكونه، اكل حاجه، اشرب حاجه، اعمل تليفون، اشتغل، مش عارفه ايه، اكتر بكتير من وقفه المطبخ. فمش فارق لي قوي المطبخ، خصوصا ان هو التنسيق للاجهزه واخد كل الاجهزه، فما كانش عامل لي مشكله قوي. كويس. عندي 4 اسانسير في الدور، عندي اندر جراوند باركينج، الدفع بالدولار مش مصري. وبنقول الاسعار على الواتساب اسكرين على 031 لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يا جماعه انا باجر مدات طويله فقط، اقل مده عندي سنه، اطول مده عندي 3 سنوات. والله مش باجر لا ايام ولا شهور ولا اسابيع يعني، ومش عندي حد رشحه لكم. فعشان ما يبقاش فيه مجهود عليا وعليكم، انا باجر عقود طويله بس كده. مش عايزه حد يبعت لي يقول لي رينا عايز اسبوع، انا مش بتاعه اسبوع. لسه ما عملناش الكلام ده في الشركه عندنا. اول ما هنعمله يعني لما يكون في قسم مختص بالايام والاسابيع والشهور، صدقوني انا هطلع اقول. يلا نروح نشوف الشقه، خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حته. طيب دي الشقه معانا، ده مدخل الريسبشن، اعتقد مساحته كويسه جدا. وده المطبخ، الحمام هيكون على الجناح الشمال، الجست تويلت يعني. انا هنا بقول لكم ليه بقى المطبخ مش مضايقني، ان هو واخد كل الاجهزه اللي تحتاجها اي ست بيت: التلاجة، غساله، مايكرويف، فرن، بوتاجاز، كل الحاجات دي موجوده. فانا برضو بصوا شفتوا الفيو كان حلو، يعني اللي واقف برضو في المطبخ بيعمل شويه اكل او حاجه هو مستمتع بوقفه المطبخ، مش متضايق خالص. يعني المطبخ عندي مش بيشوف مناور، ودي مهمه. انا بحاول اجيب الريسبشن من كذا اتجاه، لانه يهمني اللي بيشوف الفيديو كأنه موجود معايا في الشقة فعلا. طبعا حجم البلكونة يجنن، وده من الحاجات القليلة جدا اللي هتلاقوها في الكومباوندز بجد. يعني قد يكون كمان ان في بعض الكومباوندز ما بتعملش بلكونات، بتعملها منظر بس على الواجهة، لكن ما بتكونش فيها تقدر تقعد تحط كراسي الكلام ده. ده الفيو. كل فيديوهاتي من ارض الواقع. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. عجبني شكل المكتبه والتلفزيون ف وقفت كده قدامهم شويه.
ماشي، ده هتكون غرفة المربية بالحمام، بس لاني فيها لقيت فيها شوية حاجات هندخل دلوقتي نشوف. السرير متشال على فكرة، بس على جنب كده، يعني احنا قافلينه. عارفين انتوا السراير اللي بتتقفل وتتفتح دي؟ هي دي، مش عارفة اسمها ايه بصراحة. وده حمام الضيوف. وهنبتدي بالغرف. احلى حاجة ان الغرف منفصلة عن البيت. ده حمام بيسرفز على الغرف. لو اول مرة تشوف القناة ما تنسيش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. دي هتكون اول غرفة معانا. اعتقد مساحة الغرف ممتازة. احلى حاجة كمان ان كل غرفة عندي بتشوف نفس الفيو، مفيش تغيير. ودي هتكون تاني غرفة معانا. احنا كده عندنا اول غرفة بسريرين، والتاني غرفة سرير واحد. معنديش حاجة خالص على السور. الدفع دولار يا جماعة. اقل مدة عندي عقد سنوي، اقل مدة سنة، اطول مدة 3 سنوات. ما عنديش شهور، ايام، اسابيع، مش بأجر مدة قصيرة خالص. ممكن نعمل ده في المرحلة اللي جاية ان شاء الله. هنا بس كان في حاجات كنا بنعمل لها صيانة يعني، كنا مغطيين البيت. لكن انا دلوقتي هدخل اوريكم الغرفة برضو علشان تشوفوا حجم الغرفة. التقفيل ده كله اتعمل علشان الصيانة. ليه برضو انا حابة اجيب التقفيل ده؟ كان ممكن يعني اعمله مونتاج من الفيديو، علشان كنت حابة اوري اي متابع، اي حد عنده بيت هناك شاريه وبيحاول يعمل صيانة، ازاي يقدر يغطي كل حاجته علشان ما تتبهدلش من الصيانة. يعني الاطلالة بالنسبة لي حاجة مهمة، وبالنسبة لاي متابع، عشان كده انا برضو جبتها يعني. اعتقد مساحة بيني وبين الجار يعني بعيدة جدا وخصوصية عالية جدا. الموضوع يستاهل. غير ان كايرو فيستيفال فيه كل الشوبينج اللي ممكن تحتاجيه، الخروجات، الفسح، كل حاجة كل حاجة. لأول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. احنا هنا برضو على فكرة مغطيين الدراسينج عشان كانت الصيانة بتتعمل في الحمام وبس. طيب شفنا الشقة، جميلة الشقة، فرشها حلو جدا، فيو خطير، مناسبة جدا. يعني كايرو فيستيفال من الكومباوندز الهاي كواليتي قوي في كل حاجة، وهاي كوميونيتي بشكل مش طبيعي. واحلى حاجة فيه انه دايما بتعمل استعلام امني. لو انت جاي بتشتري بيت فانت مستحيل تلاقي جارك مختلف عنك في حاجات كتير، لا هتلاقيه شبهك في حاجات كتير غالبا، يعني يا وظيفة يا وضع اجتماعي يا مدارس يا جامعات، شبه بعض قوي، وده ميزة كويسة. الامان، انا دايما في الكومباوندز بدور على الامان، وده انا بحققه لعميلي، لان السكيورتي مميز جدا في كايرو فيستيفال زي بعض الكومباوندز اللي كتير بشتغلها. الدفع او القيمه الايجاريه زي ما اتفقنا، القيمه الايجاريه اسكرينا على 031 3 ساعات. ما عندكش حل تاني غير انك تعرف القيمه الايجاريه، او اسال جوجل. لو الموضوع صعب عليك انك تبعت لي واتساب، اسال جوجل على طول. انا اسعار مش بقول على القناه بتاعتي، ليه؟ لان السوق متغير، فانا يعني مش عايزه ادخل في هيدك ليه السعر اترفع، ليه السعر مش عارفه ايه، ليه؟ مش عايزه اعمل كده. انا كفايه عليا هيدك الشغل والتصوير والفيديوهات يعني كفايه عليا قوي. مش عايزه ادخل في هيدك اسئله الا لو في استشاره، والاستشاره دي بتكون بقيمه ماديه بتكون واضحه، يعني هنبقى نتكلم فيها مره تانية. طيب الدفع ازاي؟ 2 شهر تأمين للمفروش و3 شهور مقدم. طب في ناس تدفع اكتر من كده في المقدم؟ امتى؟ لو احنا بنقدم اوفر عشان ناخد سعر اقل من المالك.
كل حاجه موجوده. التسهيلات مع المالك بشكل مباشر للشراء موجوده، وان احنا ناخد يونت اقل من سعرها موجوده، ولكن لازم ناخد حاجه من المالك ونديله حاجه تانية. عشان توصل لده اسك رينا على 03 رينا سليمان، شركه سير هوم عقارات وبس. اشوفكم قريب، باي باي.